محمد يا موسى، انت طالع عمال تقول اصطف واصطف ورا الرئيس واصطف ورا الجيش واصطف ورانا واصطف احنا يا احمد يا موسى مش هنصطف معاكم، انتوا عصابة. احنا بنصطف مع دولتنا، مع الجنود بتوعنا اللي شايلين ارواحهم على ايديهم. انما نصطف مع عصابة نعمل ايه بالاصطفاف معاكم؟ هو انتوا اصطفتوا معانا؟ ده انتوا الناس بتسحب على وشها وبتصرخ يا احمد يا موسى من الجوع والفقر والقمع والقهر واهدار ثروات للشعب، وطالعين برضو تهددونا وواقفين بتسندوا عصابة علشان خايفين على أموالكم انتوا شخصيا كإعلام بائس. خايفين على ثرواتكم لأن لما يجي رئيس جديد في مطالب شعبية كتير. يعني واحد زيك يا أحمد يا موسى لازم تتمد على رجليك، لازم تتمد على رجليك ويتاخد ثرواتك اللي انت أخدتها من دم الغلابة. هتطلع تقول لي اصطفوا ورا السيسي وورا الجيش؟ طب ما احنا شعب 120 مليون جندي، مش الجيش مش لوحده ولا حاجة. الجندي اللي واقف بيحمي أراضينا هو مش لوحده، معاه 120 مليون جندي. لكن انت أحمد يا موسى انت فرد من أفراد العصابة اللي هي بيرقصها السيسي، وهيجي وقت هتتمدوا على رجليكم كلكم والثروات اللي نهبتوها هترجع تاني وكله هيرجع مكانه، كله هيرجع مكانه. انت يا احمد يا موسى بتطلع اصطف ورا الجيش واصطف ورا الرئيس. انت الاصطفاف اللي انت عايزه غير اللي هو احنا عايزينه. الاصطفاف بتاعك انت يا احمد يا موسى ان انت خايف ان السيسي يقع، يجي رئيس جديد، تتجرجر من الكرافتة بتاعتك على القفص وثرواتك اللي نهبتها مننا ترجع للشعب للغلابة تاني. ده الاصطفاف بتاعك. اصطفافك انت غير اصطفافنا احنا يا محمد موسى. الاصطفاف بتاعنا مع مع 120 مليون جندي، 120 مليون مواطن مصري، عبارة عن 120 مليون جندي. والجندي المصري اللي على حدودنا بقولها لك مرة واثنين وثلاثة، الجندي مش لوحده، الجندي معاه 120 مليون. ومصر اللي هيشاور بصباعه عليها على شبر فيها هنقطعه له. محمد بن سلمان ممول الآلة الإسرائيلية الحربية على أطفال غزة، جزيرتين تيران وصنافير مصريين، والسيسي ده هنكبهولك في الزبالة وانت معاه لمزبلة التاريخ يا محمد يا ابن سلمان. محمد يا ابن زايد يا بتاع الإمارات، يا دلدول المعيز، يا راجل يا اللي مالكش أي لازمة ولا تخش ذمة طفل مصري بتلاتة تعريفة. كل المدن اللي انت اشتريتها ودفعت فلوسها للسيسي وعصابته البيع ده كله باطل. في رئيس جديد في الطريق، مدني منتخب، في متطلبات شعبية قبل اي حاجة وقبل اي اجراءات. كل البيع اللي انت اشتريته من رئيس العصابة عبد الفتاح السيسي الرئيس البائس، كل البيع ده باطل يا محمد يا ابن زايد، يا شيطان العرب، يا اللي رايح تدعم ميليشيات في السودان ضد جنودنا وضد مصر انت عمال بتدعم في التخريب من حدود مصر من الاربع اتجاهات، وداخل بتشتري من السيسي جوه مصر من الاربع اتجاهات. اشتروا مواني واشتروا اراضي واشتروا ابار بترول واشتروا. احنا لا شفنا ولا بعنا ولا نعرف ولا خدنا حاجه. كل ده باطل. كل ده ايه يا ابن سلمان انت وابن زايد يا تربيه المعز؟ كل ده ايه؟ باطل. كل البيع ده ايه؟ باطل. كل الضباط بتوع الداخلية، بتوع تلفيه القضايا وبتوع البتنجان وبتوع الحوارات، كل ده يا باشا هيتكب في الزبالة وكلكم هتتمدوا على رجلكم. احنا مش هنسيبكم. والظابط اللي عمل قضية لابن اخويا لفق له قضية سلاح، انت في عناية الاتنين. سلام مؤقت.